رجعنا لكم مرة تانية، فقرة الأبراج اللي ناس كتيرة جدا بتستناها. النهاردة هنتكلم عن برج الحوت، ومعانا في الاستوديو في القناة حيتان كتيرة قوي قوي. وخلينا مرة تانية كده نرحب ترحيب خاص جدا بالكاتبة والناشرة وخبيرة الأبراج هالة عمر، ولسه مخلصة أكلة ترايفل. فظيع فظيع لا يقاوم. لا يقاوم. بجد حلو. أمانها ما بتهزرش. حقيقة يعني بصي حاجتها، لا فعلا حلوياتها ما فيش زيها خالص. لا وتحس انه خفيف وتقيل وحلو وظريف في كل حاجه وفريش ازيك يا لولو؟ ازيك يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ ماشي الحال الحمد لله. برج الحوت ايه بقى بيبتدي امتى ويمشي امتى؟ بيبتدي يوم 19/2 ويمشي يوم 20/3، اخر يوم فيه يوم 20/3 مع عيد الام. تاني يوم ده اخر برج. ده اخر برج 21 مارس يبتدي برج الحمل. يبتدي الدورة الجديدة بقى، السنة الجديدة. فاحنا عشان كده ابتدينا من الآخر فماشيين صح. طيب احنا دلوقتي فيه احنا النهارده كام؟ النهارده 20 أو 21. النهارده 21. خلاص احنا ابتدينا برج الحوت. أوكي. يوم 19. اوكي. ومفروض ان هو كوكبه نبتون، وهو برج مائي ورمزه الحوت. ورمزه الحوتين. اشمعنى؟ حط لنا الصوره. حوتين لتحت، حوت لتحت عكس بعض وحوت لفوق. ليه؟ اللي بيرمز على التناقضات اللي فيه. هو متناقض. هو وكمان بيرمز لحاجه تانية. اصحاب برج الحوت لو ما كانوش طالعين في بيئه كويسه وستيبل نفسيا، يعني عندهم استقرار نفسي، بيكره. هو مشكله برج الحوت كله انه بيكره واقع الحياه بقسوتها، شايف ان الدنيا دي قاسيه قوي، عايز فبيهرب منها، يعيش في اوتوبيا كده، فبيعيش في الالوجنز والاوهام والاحلام اليقظه كتير. وكتير منهم بيهرب من واقع الحياه بادويه، بمخدرات، بليكر. اكتر نسبه من المدمنين اللي بيتوه، عايز يتوه عن واقع الحياه، كاره قسوه الحياه. بمناسبه المخدرات والمدمنين، احنا عندنا فقره مهمه جدا هتكون يوم الثلاث قبل فقره الشيخ سالم مع عبد الجليل عن الادمان وعن المخدرات. ان النسبه في مصر زادت قوي طبعا. وعايز بقول لك مفاجاه، ان في اطفال عندهم 11 سنه مدمنين. لا ليه؟ لسه مسجل الفقره النهارده قبل الهوا. طب دي لازم محتاجه ناس علم اجتماع وعلم نفس يفهموا ليه. يلا ليه يعني توه؟ ليه 11 سنه؟ 11 سنه يعني افهم اللي بيتوه ده يبقى عايز يهرب من الواقع. الطفل ده 11 سنه واقع اتفرجي على الفقره وهتعرفي في سبب. في اكيد اوكي. تقعدي تتفرجي عليها. اوكي. نرجع لبرج الحوت. برج الحوت شخصيته حساس قوي وعاطفي جدا، وبيحب الجمال قوي، وبيحب كل حاجه حلوه، وفي نفس الوقت بيحب الحريه جدا، ما بيحبش يتخنق. خلاص احنا بنتكلم يا جماعه عشان افكركم، برج الحوت اسندنس حوت، برج الصاعد حوت، لكن ممكن يبقى حوت برج الصاعد حمل يبقى مختلف، طور يبقى مختلف عن الشخصيه دي. لكن الشخصيه دي بالذات اللي هي بتبقى يوم برج الحوت، برج الصاعد حوت، الشمس كلها عموديه على برجه، ما بتنعكس على اي برج تاني. يبقى هذه الشخصيه بتبقى حساسه جدا، ذكي جدا وعبقري جدا، بس ممكن يبقى كسول جدا لما مزاجه وحش وينام كتير جدا. دمه خفيف، احلى صفه فيه انه بيستمع لكل الناس. حتى في قصه اغريقيه جميله بتمثل ان التسلسل، احنا قلنا ان اول دوره الشمسيه بتبتدي من الحمل، فبيبتدي الحمل ده بيمثل، قلنا حتى مسمينه طفل الزودياك، وبعدين الثور يبتدي يحبي، وبعدين الجوزاء يبتدي يبقى شقي ودماغه عايز يكتشف كل حاجه لحد ما يوصل لبرج الحوت اللي هو الشيخ بقى، الشيخوخه بقى. فيبقى حكيم جدا، وهو بيسمع كل حاجه، وعنده قدره استعداد انه يريح الناس. حتى هو بيجد سعادته في اسعاد الاخرين لما يبقى عنده الطاقه دي. فيعمل ايه؟ لانه بيسمع كل الاخبار، ولانه بيقعد يتامل كتير، لانه بيحب ينفصل في حاله كده ويحلل ويفكر. كثير منهم بيبقوا فعلا حكماء، وكل ما بيكبر بيبقى اكثر اتزانا وبيفهم الدنيا بشكل احلى. عندي معلش حد قاعد في ودني دلوقتي هي بتقول لك كلهم حكماء ما عدا انت ما يحكمش. لا وانت اللي قاعد قدامي برضه استاذ عمرو ما يحكمش. لسه في مرحله الشباب، الاثنين دول ما يحكمش، عمرو وحسام. لسه الحياه بيتعلموا منها، لسه بدري. ومش عمرو الاثنين دول عمرهم ما هيتعلموا. لا اصحاب برج الحوت بيعرفوا
وعندهم حاسه كويسه قوي زي العقرب سوري يقدروا يفهموا الناس من غير ما يعاشروهم كتير، عندهم نظره لتقييم البشر كويس قوي. هم عندهم مميزات حلوه جدا وعندهم عيوب برضو رخمه قوي. يعني عيوبهم مثلا ان هم اما بيبقى مزاجهم وحش متعكر بيعكروا الناس، يعني عامل غلاسه كده، في حد يا مبوز موده مش ظريف بيغلس على الناس يعني. رغم انه عنده حس ساخر دمه خفيف ساعات، بس لازم يقرف الناس لما يبقى مزاجه وحش. وفي منهم كمان لما ينفصل ويوحد نفسه وينام، بالنسبه له دي حاله تجديد طاقه، لان هو بيستنفذ طاقته في سمع كل النيجاتيف فايبس اللي عند الناس ومشاكلهم فبيرهق جدا، ما بيحبش الدنيا الوحشه دي، فيروح يعيش في الالوجنز بتاعته. ستات ورجاله؟ ستات ورجاله. لكن الراجل لما بيبقى بحكم الحياه والعيشه والمسؤوليه بيعمل شغل كويس قوي، بس لما بيعمل شغل على مزاجه، لما بيحب شغله بينجح جدا. لو عمل شغل عشان يسترزق من غير ما يكون بيحبه هينتهز اي فرصه انه يفرفص منه يعني. صديق جميل قوي، اب هايل، زوج بقى. امرأة البرج اللي هتتجوز واحد من برج الحوت لازم تحترم اولا المساحه بتاعته اللي هي الهاله اللي حواليه دي. هو بيحب يبقى مع نفسه، فما لما يفصل ما تخنقهوش. لما مش لازم، بيحب الغموض، بيحب دايما يدور على الدنيا ويفهمها، فلو هي فتحت كل اوراقها وبقى كتاب مقري هيزهق. فلازم شويه يبقى دايما وراها، يبقى مش فاهم في ايه. وكل المائيين كده على فكره، كلهم، العقرب كده برضه والسرطان كده برضه، حاجه طرطشه. يعني مش عارفه ليه بيحب يمكن من غموض البحر يمكن ممكن. لكن في النهايه هو احنا على فكره معانا برضه معلومات كتيره على الشاشه، هتلاقوها دايما على برج الحوت مكتوبه على الشاشه. اوكي. انا ما قلتهاش يعني عشان يقروها هم، عشان ما نضيعش وقت. طبعا هو من اكتر الحاجات اللي مرن جدا، يعني يريح كل الناس، هو بيجي على نفسه قوي، بعدين يلم بقى كل ضيقه جواه ويبقى لوحده، يحاول بقى يظبط نفسه، يسمع ميوزك معينه، يقرا قران معين، يصلي، يعني له طقوسه الخاصه حسب بقى مزاجه اللي هو يقدر يهرب فيها. عنده اقوى صفاته، عنده قوه نفسيه لانه عنده طاقه الاستماع قويه قوي. مش كل الناس يقدروا يسمعوا طول الوقت مشاكل وحاجات كده. اقوى احتياجاته التنوير الروحي والحريه. الحريه بالنسبه له ملاذه، يعني يحب يمشي في البحر والميه وفي دماغ كده لوحده. لازم في صفات لازم بقى يتعود ان هو يتحاشاها: الهروب، الأمزجة السلبية، لأنه لما بيبقى مزاجه سلبي بيعكس كل ده على اللي حواليه. الناصح منه أو اللي بيكبر ويبقى حكيم يفصل بقى ويدخل أوضة ينام لوحده، يعيش لوحده الجو ده. أكتر الأبراج المتوافقة السرطان والعقرب. الأبراج اللي هي ما بيبقى فيها تنشنة ما بتتوافقش: الجوزاء والعذراء والقوس. احلى صفات، احلى يعني انا برج العذراء ما يمشيش مع الحوت. لا، يمشي جواز بس ما يمشيش صداقة. يتخانق، لان العذراء برضو في 1 زائد 1 يساوي 2. عند الحوت لا، ممكن تبقى 2 الا ربع، 2 وربع كده يعني. افضل ايامه الخميس طبعا. الابراج اللي بتساعده نفسيا: العقرب والدلو. طبعا هم بيؤمنوا بالغيبيات وبيؤمنوا بالدنيا التانية، يعني هو دايما افطر تلاقيهم يشتغلوا يشتغلوا، يحبوا او يشتغلوا كمان، غير ان هم فنانين وكتاب، يسرحوا في دنيا، ينشئوا عالم اخر. عشان كده الاطفال اللي عندهم اطفال برج الحوت لازم الامهات والابات يحترموا دي فيهم، مش يعنفوهم. ممكن يرجع يحكي لهم قصة ما حصلتش، وممكن يقووا فيهم الابداع ده، يخلوه دايما عنده شخصية خيالية معاه، هيبقى يحكي لها وهيرجع بحكاوي ليها. هو ربنا خلقه كده. وعنده حاسة طبعا، عشان هو شفاف قوي بالموضوع ده، عنده حاسة سادسة كويسة قوي، عنده تليبثي جامدة قوي. الحاسة السادسة، الحاجات الروحانية عالية. أحلامه كمان قوية جدا، حدسه عالي قوي. فهو شخصية
كشخصيه جميله وليها ميزات كتيره قوي. طبعا عادة في نسب كتيرة جدا من أصحاب برج الحوت بيبقى الأسندس بتاعها مختلف، فلو لو برج الحوت معاه أسندس ناري هتلاقيه بقى بجانب ده كله منطلق في الحياة وشغال، وعنده بقى النارية بتاعت الأبراج النارية. ترابي هيبقى أكثر واقعية عشان الترابيين واقعيين. يعني أنت ممكن تصاحب حد برج حوت أسندس ترابي يا سلام، هيبقى بقى فن وواقعيه هايله قوي، هيتوافق معاك قوي. عندهم برضو يوم 14، هو 14 اغسطس كان ولا كان يوم 24 اغسطس؟ 11 اغسطس لما المشتري يروح برج هيتغيروا بقى ويحصل لهم الحاجات لا هيبقى احسن عشان هم السنه دي الفلوس عندهم شويه فيها نوع من الشحه. وبعدين عندهم في البرج الثاني كوكب أورانوس اللي هو كوكب التغيرات العنيفة، كوكب التغيير اللي قاعد مبهدل العالم كله. فبالنسبة له ده البرج موجود في البيت الثاني وده بيت المال، فبالتالي هيبقى في فترات في فلوس كتير جدا وفي فترات في جفاف كتير جدا، فلازم يعمل توازن ويحوش. هو على فكرة محتاج إدارة في تحويش الفلوس والسيستم، لأنه ما بيحبش يبقى في سيستم. هو بيحب يبقى زي المية تمشي في أي وقت. مش معنى كده ان هو هوجائي، لا هو عنده يعني كده. بس هم مش منظمين بتوع برج الحوت، لا الا لو عنده اسندنس منظم. لكن او تعود منذ الطفوله يبقى منظم، لكنه هو مش منحكش برضه. يعني ما هواش برضه بوهيمي، لا يعني هو كده عامل زي الميه، هو عنصره مائي وواضحه فيه جدا جدا. المرأة بقى بتاعت برج الحوت مختلفة عن الراجل شوية. امرأة الحوت بتبقى عايزة راجل تستعتمد عليه، ما بتحبش الراجل الفاشل ولا الراجل الناعم اللي هو ما هوش بيتحمل المسؤولية، بس بتحب الراجل المشاعر عندها عالية قوي، ما تعرفش تعيش من غير ما حد يطبطب عليها وحد يقول لها كلمة حلوة. يعني بتحب الرومانسيات والعواطف الجميلة دي، وهي عطاءة عواطف غير طبيعية، عندها قدرة تضحية فظيعة وبتسيب بصمتها عند جوزها وأهلها وعيالها. يعني طاقة مشاعر وعواطف قوية جدا، فياضة جدا. وشاطرة في شغلها وفنانة، هم بيحبوا الجمال جدا لأن هم عايشين في الإلوجن بتاع الحلاوة بتاعت الحياة. فدايما بيدوروا في الحتة اللي فيها حلاوة وحاجات الحتة اللي فيها جمال، ما بيحبوش القبح بأي كان شكله. فلما بيبقى فيه إمكانيات بأقل الإمكانيات بتخلي حياتها شيك وحلوه. احب انا الناس اللي كده. هم عندهم قدره رهيبه في الفسيخ شربات بالظبط، وباقل الامكانيات. يعني لازم تبقى لاقي فيها تاتش فنيه كده، تاتش فيها مزاج. فبالتالي هي امراه جميله جدا لدرجه من عن طاقه حبها في احيانا رجاله يخافوا لان طاقه حبها قويه جدا عليهم، فيخافوا يتخنقوا. يقول لك دي مسؤوليه، مش هقدر انا على الكلام ده. عارف زي اللي يبقى يجي له عربيه شيك قوي فيخاف يسوقها، بالظبط كده. فدي بس، لكن ما عندهاش عيوب غير ان هي مرهفه الحس طبعا. معظم امراضها بتبقى بسبب الضغط النفسي والعصبي. هم صحتهم عامله ايه اساسا البرج ده؟ صحتهم كويسه الفتره دي، ظريف يعني ما فيش فيها اي ضغوط، الا ان هم اكثر حساسيه ورفاهيه وتعرض لاي ميكروب. يعني في فرق ان يبقى حد عيان وفي فرق ان هو يبقى ضعيف ممكن يعيا. هم عندهم الضغط ده من مكان زحل مكانه في القوس عامل ضغط على الحته دي شويه، فهيبقوا ويك ضعف. لكن مش صحتهم وحشه، يعني مش عيانين، لكن هم عرضه للعيا بسهوله، فلازم يخلوا بالهم. اوكي، ايه كمان ممكن نقول على برج الحوت؟ مفيش. بالنسبه للعمل، الفلوس ما هياش زي ما قلنا متقلبه، ومش هتيجي غير بالشغل. يعني طبعا اصحاب برج الحوت لما بيحبوا بيركنوا. فلازم نركز ان لازم يشتغلوا كويس قوي عشان يعرفوا يجيبوا فلوس، مش هتيجي بالسهل. ممكن تيجي كتيره بس برضو لازم بالشغل. قلنا الصحه والشغل. الجواز موست بروبابل اللي هيتجوز الجوازه الاولى السنه دي، مش ما فيش جواز لجوازه اولى، في جواز لثانيه وثالثه ورابعه، لكن الاولى لا. يعني ايه ده؟ يعني حد بتجوزها انت مثلا لو برج الحوت مالكش جواز السنه دي، لكن لو انت بتتجوز ماليش جواز
يا رب افرح فيك يا رب. انا ده عايز اقول لك الدقن دي عامله شغل أيوة، جامد عاملة شغل جدا. طبعاً ما كنتش يعني. فاكر بقى ان الدقن بتعمل الشغل ده، في تاتشات عشان كده كده. حاسبها. لكن اما يجي النصيب يبقى قابلني، ما نشوف لو ليك نصيب هيكون رضيت او لم ترضى. اوكي طيب. بس يا سيدي في ريحه عيش بيتعمل في حاجه في الفرن بنخبز بتخبزه. كنا بنلت ونعجن وحطيناه في الفرن يتخبز. ايوه ده بس يا سيدي ففي طبعا احنا قلنا ان هو عنده ازدواجيه في الاداء متناقض، يعني احيانا تلاقيه بيشتغل جامد كويس قوي قوي، بس ده ما يمنعش واقعي جدا وبيحسب والفلوس ومش عارف، ما يمنعش ان هو يروح في البيت يحلم احلام يقظه. يعني يفكر في حاجه كده الوجينيه. نصيحه طبعا اقولها للستات اللي متجوزين برج الحوت، اياك انك تسخري او تتريقي على احلامه. يعني ازاي يقول لك نفسي يا سلام لما نعمل سوا مش عارف ايه حاجه بيان، روح بقى انت بتقول ايه. اياكي هتلاقي شخصيه تانية خالص. يعني ما لا تسخري من دنيته الوجينيه الوهميه دي. اوكي. بس يا سيدي. طيب انت والله النهارده شرفتينا ونورتينا. ايه اكتر برج في الابراج السينيه شبه برج الحوت؟ في برج شبهه؟ طبعا. في الارنب اللي هو او القطه، في كتب بتكتب القطه. وفي ما احنا اتفقنا ان كل شخص عنده حته، يعني نبتون لو كان مكانه وقت ولادتك كويس، يعني عنده في زاويه معينه مع برجك يديك بعض صفات الحوت. صحيح. وهكذا يعني لما يبقى كوكب البرج ده عامل حاجه في وقت ميلادك بزاويه معينه يديك التاثير ده. بشكرك يا خلصنا بسرعه كده، ما لحقناش. الوقت الحلو بيجري بسرعه. يا حلو انت يا حلو. بشكرك. ميرسي وتشرفيني وتنوريني واشوفك قريب. المره الجايه تيجي بقى، المره الجايه هتبقى خلال بدايه اسبوعين. السنه. لا مش هيكون لسه برج الحمل جه. المره الجايه هنقضيها تليفونات قوي، يعني مش هنتكلم على برج بعينه، هنقضي الحلقه كلها الفقره كلها تليفونات. اوكي. عشان في ناس كتير قوي زعلانه ان احنا ما بندخلش تليفونات في فقرتك، فالمره الجايه نقضيها تليفونات. خلاص اوكي. بشكرك. ميرسي يا شريف. ثانك يو فيري ماتش. تسلمي. ما بتاعش حلقتنا النهارده من البدايه، عندنا اعاده 3 فجرا بتوقيت القاهره. بكره الحد ان شاء الله عندنا نورهان في المطبخ، بعد كده عندنا فقره الورشه مع مهندس الديكور كارم محمود. بكره اي حد نفسه يشتري سيراميك، يغير سيراميك بيته، عايز يتعلم ينقي السيراميك ازاي، بكره حلقه الفقره خاصه عن السيراميك، واحنا معانا سبونسر ابا الدهب، سنتر ابا الدهب. فبكره الحلقه كلها خاصه بازاي ننقي السيراميك، ازاي نعرف ان السيراميك ده متركب صح، ازاي الحاجات الكلاسيك نمشي معاها سيراميك يليق عليها، والحاجات المودرن نمشي بيوت المصيف. الكلام ده كله هنتكلم عليه بكره من خلال فقره الورشه. هتستفيدي استفاده فظيعه. من خلال ابا الدهب، ومن خلال سلام ابا الدهب دي مع الدقن عامله شغل حلو قوي. ومن خلال كريم محمود اللي هيدور. اتفرجي بجد، انا هقول كلام حلو قوي. صحيح. وبكره كمان زي كل يوم حد فقره بشرتي برعايه افان، وبكره هتشرفنا وتنورنا فيها استاذ دكتور محمود عبد الله، استاذ مساعد الامراض الجلديه وتجميل الجلد بطب عين شمس. وان شاء الله بكره استاذ دكتور محمود عبد الله هيقول كلام مهم جدا في فقره بشرتي. يا رب النهارده لبكره مصر بلادنا تبقى في احسن حال، ونشوف مصر ام الدنيا وقد الدنيا. شكرا ليكم والسلام عليكم. وعمل شغل عشان يسترزق من غير ما يكون بيحبه، هينتهز اي فرصه انه يفرفص منه. يعني صديق جميل قوي، اب هايل، زوج بقى. امرأة البرج اللي هتتجوز واحد من برج الحوت لازم تحترم اولا المساحه بتاعته اللي هي الهاله اللي حواليه دي. هو بيحب يبقى مع نفسه، فما لما يفصل ما تخنقهوش. لما مش لازم، بيحب الغموض، بيحب دايما يدور على الدنيا ويفهمها. فلو هي فتحت كل اوراقها وبقى كتاب مقري هيزهق. فلازم شويه يبقى دايما وراها، يبقى مش فاهم في ايه. كل المائيين كده على فكره، كلهم. العقرب كده برضه، والسرطان كده برضه، حاجه طرطشه. يعني مش عارفه ليه. بيحب يمكن من غموض البحر، يمكن ممكن. لكن في النهايه هو احنا على فكره معانا برضه معلومات كتيره على الشاشه، هتلاقوها دايما على برج الحوت مكتوبه على الشاشه. اوكي. انا ما قلتهاش يعني عشان يقروها هم، عشان ما نضيعش وقت. طبعا هو من اكتر الحاجات اللي
مرن جدا، يعني يريح كل الناس، هو بيجي على نفسه قوي. بعدين يلم بقى كل ضيقه جواه ويبقى لوحده، يحاول بقى يظبط نفسه، يسمع ميوزك معينه، يقرا قران معين، يصلي، يعني له طقوسه الخاصه حسب بقى مزاجه اللي هو يقدر يهرب فيها. عنده اقوى صفاته، عنده قوه نفسيه لانه عنده طاقه الاستماع قويه قوي. في مش كل الناس يقدروا يسمعوا طول الوقت مشاكل وحاجات كده. اقوى احتياجاته التنوير الروحي والحريه. الحريه بالنسبه له ملاذه، يعني يحب يمشي في البحر والميه وفي دماغ كده لوحده. لازم في صفات لازم بقى يتعود ان هو يتحاشاه: الهروب، الأمزجة السلبية، لأنه لما بيبقى مزاجه سلبي بيعكس كل ده على اللي حواليه. الناصح منه أو اللي بيكبر ويبقى حكيم يفصل بقى ويدخل أوضة ينام لوحده، يعيش لوحده الجو ده. أكتر الأبراج المتوافقة السرطان والعقرب. الأبراج اللي هي ما بيبقى فيها تنشنة ما بتتوافقش: الجوزاء والعذراء والقوس. احلى صفات، احلى يعني انا برج العذراء ما يمشيش مع الحوت. لا، يمشي جواز، بس ما يمشيش صداقة. يتخانق، لان العذراء برضو في 1 زائد 1 يساوي 2. عند الحوت لا، ممكن تبقى 2 الا ربع، 2 وربع كده يعني. افضل ايامه الخميس طبعا. الابراج اللي بتساعده نفسيا: العقرب والدلو. طبعا هم بيؤمنوا بالغيبيات وبيؤمنوا بالدنيا التانية، يعني هو دايما افطر تلاقيهم يشتغلوا يشتغلوا، يحبوا او يشتغلوا كمان، غير ان هم فنانين وكتاب، يسرحوا في دنيا، ينشئوا عالم اخر. عشان كده الاطفال اللي عندهم اطفال برج الحوت لازم رياضه جدا وشاطره في شغلها وفنانه. هم بيحبوا الجمال جدا لان هم عايشين في الالوجن بتاع الحلاوه بتاعت الحياه. فدايما بيدوروا في الحته اللي فيها حلاوه وحاجات الحته اللي فيها جمال، ما بيحبوش القبح باي كان شكله. فلما بيبقى فيه امكانيات، باقل الامكانيات بتخلي حياتها شيك وحلوه. احب انا الناس اللي كده. هم عندهم قدره رهيبه في الفسيخ شربات بالظبط، وباقل الامكانيات، يعني لازم تبقى لاقي فيها تاتش فنيه كده، تاتش فيها مزاج. فبالتالي هي امراه جميله جدا، لدرجه من عن طاقه حبها في احيانا رجاله يخافوا، لان طاقه حبها قويه جدا عليهم، فيخافوا يتخنقوا. يقول لك دي مسؤوليه، مش هقدر انا على الكلام ده. عارف زي اللي يبقى يجي له عربيه شيك قوي فيخاف يسوقها، بالظبط كده. فدي بس، لكن ما عندهاش عيوب غير ان هي مرهفه الحس طبعا. معظم امراضها بتبقى بسبب الضغط النفسي والعصبي. هم صحتهم عامله ايه اساسا البرج ده؟ صحتهم كويسه الفتره دي، ظريف، يعني ما فيش فيها اي ضغوط، الا ان هم اكثر حساسيه ورفاهيه وتعرض لاي ميكروب. يعني في فرق ان يبقى حد عيان وفي فرق ان هو يبقى ضعيف ممكن يعيا. هم عندهم الضغط ده من مكان زحل، مكانه في القوس عامل ضغط على الحته دي شويه، فهيبقوا ويك ضعاف. لكن مش صحتهم وحشه، يعني مش عيانين، لكن هم عرضه للعيا بسهوله، فلازم يخلوا بالهم. اوكي، ايه كمان ممكن نقول على برج الحوت؟ مفيش. بالنسبه للعمل، الفلوس ما هياش زي ما قلنا متقلبه، ومش هتيجي غير بالشغل. يعني طبعا اصحاب برج الحوت لما بيحبوا يركنوا بيركنوا. فلازم نركز ان لازم يشتغلوا كويس قوي عشان يعرفوا يجيبوا فلوس، مش هتيجي بالسهل. ممكن تيجي كتيره، بس برضو لازم بالشغل. قلنا الصحه والشغل. الجواز موست بروبابل اللي هيتجوز الجوازه الاولى السنه دي، مش ما فيش جواز لجوازه اولى، في جواز لثانيه وثالثه ورابعه، لكن الاولى لا. يعني ايه ده؟ يعني حد بتجوزها انت مثلا، لو برج الحوت مالكش جواز السنه دي، لكن لو انت بتتجوز جواز يا رب افرح فيك يا رب. انا عايز اقول لك الدقن دي عامله شغل جامد جدا طبعا، ما كنتش فاكر بقى ان الدقن بتعمل الشغل ده، في تاتشات كده حاسبها. لكن اما يجي النصيب يبقى قابلني، بنشوف لو ليك نصيب هيكون رضيت او لم ترضى. اوكي طيب، بس يا سيدي في ريحه عيش بيتعمل في حاجه في الفرن بتخبزه. كنا بنلت ونعجن وحطيناه في الفرن يتخبز. ايوه بس يا سيدي، ففي طبعا احنا قلنا ان هو عنده ازدواجيه في الاداء،
متناقض. يعني احيانا تلاقيه بيشتغل جامد كويس قوي قوي، بس ده ما يمنعش، واقعي جدا وبيحسب والفلوس ومش عارف، ما يمنعش ان هو يروح في البيت يحلم احلام يقظه. يعني يفكر في حاجه كده الوجينيه. نصيحه طبعا اقولها للامهات والاباء، يحترموا دي فيهم مش يعنفوهم. ممكن يرجع يحكي لهم قصه ما حصلتش، وممكن يقووا فيهم الابداع ده، يخلوه دايما عنده شخصيه خياليه معاه، هيبقى يحكي لها وهيرجع بحكاوي ليها. هو ربنا خلقه كده، وعنده حاسه طبعا عشان هو شفاف قوي بالموضوع ده، عنده حاسه سادسه كويسه قوي، عنده تليبثي جامده قوي. الحاسه السادسه الحاجات الروحانيه عاليه يعني. احلامه كمان قويه جدا، حدسه عالي قوي. فهو شخصيه كشخصيه جميله وليها ميزات كتيره قوي. طبعا عادة في نسب كتيرة جدا من اصحاب برج الحوت بيبقى الاسندس بتاعها مختلف، فلو لو برج الحوت معاه اسندس ناري هتلاقيه بقى بجانب ده كله منطلق في الحياة وشغال، وعنده بقى النارية بتاعت الابراج النارية. ترابي هيبقى اكثر واقعية عشان الترابيين واقعيين. يعني انت ممكن تصاحب حد برج حوت اسندس ترابي يا سلام، هيبقى بقى فن وواقعيه هايله قوي، هيتوافق معاك قوي. عندهم برضو يوم 14، هو 14 اغسطس كان ولا كان 24 اغسطس؟ 11 أغسطس لما المشتري يروح برج هيغيروا بقى ويحصل لهم الحاجات لا هيبقى احسن، عشان هم السنه دي الفلوس عندهم شويه فيها نوع من الشحه. وبعدين عندهم في البرج الثاني كوكب أورانوس اللي هو كوكب التغيرات العنيفة، كوكب التغيير اللي قاعد مبهدل العالم كله. فبالنسبة له ده البرج موجود في البيت الثاني، وده بيت المال. فبالتالي هيبقى في فترات في فلوس كتير جدا، وفي فترات في جفاف كتير جدا. فلازم يعمل توازن ويحوش. هو على فكرة محتاج إدارة في تحويش الفلوس والسيستم، لأنه ما بيحبش يبقى في سيستم. هو بيحب يبقى زي المية تمشي في أي وقت. مش معنى كده ان هو هوجائي، لا، هو عنده يعني كده. بس هم مش منظمين بتوع برج الحوت، لا، الا لو عنده اسندنس منظم. لكن او تعود منذ الطفوله يبقى منظم، لكنه هو مش منحكش برضه. يعني ما هواش برضه بوهيمي، لا، يعني هو كده عامل زي الميه، هو عنصره مائي وواضحه فيه جدا جدا. المرأة بقى بتاعت برج الحوت مختلفة عن الراجل شوية. امرأة الحوت بتبقى عايزة راجل تستعتمد عليه، ما بتحبش الراجل الفاشل ولا الراجل الناعم اللي هو ما هوش بيتحمل المسؤولية، بس بتحب الراجل المشاعر عندها عالية قوي، ما تعرفش تعيش من غير ما حد يطبطب عليها وحد يقول لها كلمة حلوة. يعني بتحب الرومانسيات والعواطف الجميلة دي، وهي عطاءة عواطف غير طبيعية، عندها قدرة تضحية فظيعة، وبتسيب بصمتها عند جوزها وأهلها وعيالها. يعني طاقة مشاعر وعواطف قوية جدا، فياضة. شخصيته حساس قوي وعاطفي جدا، وبيحب الجمال قوي، وبيحب كل حاجة حلوة، وفي نفس الوقت بيحب الحرية جدا، ما بيحبش يتخنق. خلاص احنا بنتكلم يا جماعة عشان افكركم، برج الحوت اسندنس حوت، برج الصاعد حوت، لكن ممكن يبقى حوت برج الصاعد حمل يبقى مختلف، طور يبقى مختلف عن الشخصية دي. لكن الشخصية دي بالذات اللي هي بتبقى يوم برج الحوت برج الصاعد حوت، الشمس كلها عمودية على برجه، ما بتنعكس على أي برج تاني. يبقى هذه الشخصية بتبقى حساسة جدا، ذكي جدا وعبقري جدا، بس ممكن يبقى كسول جدا لما مزاجه وحش وينام كتير جدا. دمه خفيف، أحلى صفة فيه إنه بيستمع لكل الناس. حتى في قصة إغريقية جميلة بتمثل ان التسلسل، احنا قلنا ان اول دوره الشمسيه بتبتدي من الحمل، فبيبتدي الحمل ده بيمثل، قلنا حتى مسمينه طفل الزودياك، وبعدين الثور يبتدي يحبي، وبعدين الجوزاء يبتدي يبقى شقي ودماغه عايز يكتشف كل حاجه، لحد ما يوصل لبرج الحوت اللي هو الشيخ بقى، الشيخوخه بقى، فيبقى حكيم جدا، وهو بيسمع كل حاجه، وعنده قدره استعداد انه يريح الناس. حتى هو بيجد سعادته في اسعاد الاخرين لما يبقى عنده الطاقه دي. فيعمل ايه؟
لانه بيسمع كل الاخبار، ولانه بيقعد يتامل كتير، لانه بيحب ينفصل في حاله كده ويحلل ويفكر. كثير منهم بيبقوا فعلا حكماء، وكل ما بيكبر بيبقى اكثر اتزانا وبيفهم الدنيا بشكل احلى. عندي معلش حد قاعد في ودني دلوقتي هي بتقول لك كلهم حكماء ما عدا انت ما يحكمش. لا وانت اللي قاعد قدامي برضه استاذ عمرو ما يحكمش. لسه في مرحله الشباب، الاثنين دول ما يحكمش، عمرو وحسام. لسه الحياه بيتعلموا منها، لسه بدري. ومش عمرو الاثنين دول عمرهم ما هيتعلموا. لا اصحاب برج الحوت بيعرفوا وعندهم حاسه كويسه قوي زي العقرب. سوري. يقدروا يفهموا الناس من غير ما يعاشروهم كتير. عندهم نظره لتقييم البشر كويس قوي. هم عندهم مميزات حلوه جدا، وعندهم عيوب برضو رخمه قوي. يعني عيوبهم مثلا ان هم اما بيبقى مزاجهم وحش متعكر بيعكروا الناس. يعني عمل غلاسه كده، اذا في حد يا مبوز موده مش ظريف بيغلس على الناس يعني. رغم انه عنده حس ساخر دمه خفيف ساعات، بس لازم يقرف الناس لما يبقى مزاجه وحش. وفي منهم كمان لما ينفصل ويوحد نفسه وينام. بالنسبه له دي حاله تجديد طاقه، لان هو بيستنفذ طاقته في سمع كل النيجاتيف فايبس اللي عند الناس ومشاكلهم فبيرهق جدا، ما بيحبش الدنيا الوحشه دي. فيروح يعيش في الالوجنز بتاعته. ستات ورجاله؟ ستات ورجاله. لكن الراجل لما بيبقى بحكم الحياه والعيشه والمسؤوليه بيعمل شغل كويس قوي، بس لما بيعمل شغل على مزاجه، لما بيحب شغله بينجح جدا. لو رجعنا لكم مرة تانية، فقرة الأبراج اللي ناس كتيرة جدا بتستناها. النهاردة هنتكلم عن برج الحوت، ومعانا في الاستوديو في القناة حيتان كتيرة قوي قوي. وخلينا مرة تانية كده نرحب ترحيب خاص جدا بالكاتبة والناشرة وخبيرة الأبراج هالة عمر، ولسه مخلصة أكلة ترايفل. فظيع لا يقاوم. بجد حلو. أمان ما بتهزرش. حقيقة يعني بصي حاجتها لا فعلا حلوياتها ما فيش زيها خالص. لا وتحس انه خفيف وتقيل وحلو وظريف في كل حاجه وفريش ازيك يا لولو؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ماشي الحال الحمد لله. برج الحوت ايه بقى بيبتدي امتى ويمشي امتى؟ بيبتدي يوم 19/2 ويمشي يوم 20/3. اخر يوم فيه يوم 20/3 مع عيد الام. تاني يوم ده اخر برج. ده اخر برج 21 مارس يبتدي برج الحمل. يبتدي الدورة الجديدة بقى، السنة الجديدة. فاحنا عشان كده ابتدينا من الآخر فماشيين صح. طيب احنا دلوقتي فيه احنا النهارده كام؟ النهارده 20 أو 21. النهارده 21. خلاص احنا ابتدينا برج الحوت. يوم 19. اوكي. ومفروض ان هو كوكبه نبتون، وهو برج مائي ورمزه الحوت. ورمزه الحوتين. اشمعنى؟ حط لنا الصوره. حوتين لتحت، حوت لتحت عكس بعض وحوت لفوق. ليه؟ اللي بيرمز على التناقضات اللي فيه. هو متناقض. هو وكمان بيرمز لحاجه تانية. اصحاب برج الحوت لو ما كانوش طالعين في بيئه كويسه وستيبل نفسيا، يعني عندهم استقرار نفسي، بيكره. هو مشكله برج الحوت كله انه بيكره واقع الحياه بقسوتها. شايف ان الدنيا دي قاسيه قوي، فبيهرب منها. يعيش في اوتوبيا كده، فبيعيش في الالوجنز والاوهام والاحلام اليقظه كتير. وكتير منهم بيهرب من واقع الحياه بادويه، بمخدرات، بليكر. اكتر نسبه من المدمنين اللي بيتوه، عايز يتوه عن واقع الحياه، كاره قسوه الحياه. بمناسبه المخدرات والمدمنين، احنا عندنا فقره مهمه جدا هتكون يوم الثلاث قبل فقره الشيخ سالم مع عبد الجليل عن الادمان وعن المخدرات. ان النسبه في مصر زادت قوي طبعا. وعايز بقول لك مفاجاه، ان في اطفال عندهم 11 سنه مدمنين. لا ليه؟ لسه مسجل الفقره النهارده قبل الهوا. دي لازم محتاجه ناس علم اجتماع وعلم نفس يفهموا ليه. يلا ليه يعني توه؟ ليه 11 سنه؟ 11 سنه يعني افهم اللي بيتوه ده يبقى عايز يهرب من الواقع. الطفل ده 11 سنه واقع اتفرجي على الفقره وهتعرفي في سبب. في اكيد اوكي. اوكي تقعدي تتفرجي عليها. اوكي. نرجع لبرج الحوت. برج الحوت